كريم رسول الله والله أكرم، فهل فقير بين الكريمين يحرم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة والشياكة دي؟ كلنا بنفكر ان الحاجات اللي بنجيبها من الافران بتبقى صعبة وصعبة ان احنا نعملها، وهي في الحقيقة بنعملها انضف واحلى واوفر بكتير، وبنعملها بطريقة حلوة، وبعدين بنحس ان البيت بتاعنا مليان خير، وريحة الخبيز في البيت طبعا مفيش احلى منها. النهاردة ان شاء الله هنعمل البنين او منين الافران او كعب الغزال او ايا كان كل حد بيسميه ايه، بس هنعمله بطريقة حلوة وجميلة وبطريقة شيك، وهنعمله بكل انواعه، يعني اللي بالملبن واللي ملفوف واللي اللي هو اصابع العجوة والاصابع الملبن، هنعمله بكل اشكاله وبطريقه سهله وجميله وبسيطه ونظيفه، وحاجه كده في منتهى الشياكه ومنتهى الجمال، وحاجه من ايدك. طبعا مفيش احسن من عمايل الايد. يلا نقول بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم. اول حاجه معايا نص كوبايه من السمنه، حوالي 100 جرام بالظبط، وهزودها يعني هكمل عليها نص كوبايه من الزيت، يبقى كده المقدار كله معايا كوبايه من اللي هي بتاعت الشاي، مج الشاي زيت على سمنه 200 جرام. وهنا معايا نص كيلو من الدقيق متعدد الاغراض، حطيت عليه ربع معلقه من الملح ونص معلقه من البيكنج باودر، ربع معلقه صغيره ملح ونص معلقه من البيكنج باودر. وهنزل بالماده الدهنيه بالكوبايه اللي معايا كده، وهبتدي ايه ابسس الدقيق فيها. بس يا ريت تبقي نخله الدقيق قبل ما تستخدميه، يعني اي وصفه هتستخدمي فيها الدقيق لازم تبقي نخلاه، علشان يبقى داخل فيها الهوا كده وايه، والوصفه تبقى خفيفه وتطلع معاكي حلوه. هنا هبتدي كده ابسس الدقيق بالشكل ده كده. طبعا تقدري تستخدمي المقدار كله سمنه وتقدري تستخدمي كله زيت، بس نص ونص حلو منه انك انتي بتاخدي نعوميه السمنه وبتاخدي خفيه الزيت والقرمشه بتاعه الزيت. فاحنا ايه يعني ايه كده بيكون ايه المقدار معانا احسن. بس طبعا عايزه تعمليه بسمنه كله تعملي، عايزه تعمليه كله بزيت تعملي، بس طبعا بزيت هينشف معاكي، هينشف على طول. يعني هنا كده انا بسسته كويس اكنك بتعملي الكحك بالظبط، بس مش بياخد دعك كتير زي الكحك. هنا معايا كوبايه من اللبن الدافيه برضو 200 ملي، حطيت عليها معلقه كبيره من السكر، ونص معلقه كبيره من الخميره الفوريه. طبعا انا متاكده من الخميره بتاعتي، لو عشان جايباها جديده وكنت مجرباها قبل كده. لو انت مش متاكده منها او مركونه عندك لازم تعملي اختبار الخميره، اللي هي تقلبيها في شويه ميه بسكر كده وتسيبيهم وتركنيهم تشوفيها تتفاعل ولا لا. هنا انا حطيت الكوبايه كلها بس سبت معلقتين اشوف الدقيق بتاعي هياخد كل كميه السوائل ولا لا، علشان طبعا ايه ما تبقاش السوائل كتير. هنا طبعا زي ما انت شايفه كده انا بلم العجينه مش بعجن، يعني القراقيش مش بتتعجن، انا بلم العجينه. وفي الاول هتحس ان انت الماده السائله او السوائل كتير، لا هي هتبصي تلاقيها الدقيق شرب اللبن كله. عايزه تعمليها بميه مفيش مشكله، تقدري تعمليها بميه، اكيد في الافران يعني مش بيعملوها لنا بلبن، بس احنا بنحب نزود القيمة الغذائية، وبعدين انت بتعملي حاجة في بيتك على ايدك فبتعمليها احسن حاجة. هنا هركنها معايا علشان احنا في الشتاء، فهركنها معايا حوالي نص ساعة كده على ما ابتدي احضر الحشو. هغطيها بستريتش كده وهسيبها معايا نص ساعة. طبعا لو في الصيف هتركنيها 10 دقايق وتشتغلي فيها على طول، لان طبعا في الصيف الموضوع بيبقى اسهل شوية والعجينة بتخمر بسرعة. هنا معايا ربع كيلو من العجوة، حطيت عليه معلقتين 3 كده من السمسم، ونص معلقة صغيرة من القرفة. وهبتدي كمان احط كده نص معلقة صغيرة كده نص معلقة كبيرة قصدي من السمنة، بحيث ان انا افكك العجوة معايا بالشكل ده كده. انا ما بحب، يعني في ناس تقولك حطيها في الميكرويف، بس الميكرويف انا بحس ان ممكن ينشف منها السوائل شويه او السوائل اللي فيها تتبخر، وانا مش عايزه كده. انا مش عايزاها السوائل تتبخر ولما تحطيها في الفرن تحشيها وتحطها في الفرن، تحشي بيها العجينه وتحطها في الفرن هتيجي تتبخر معاكي كمان هتنشف. فانا هنا لقيتها ناشفه عشان احنا في الشتاء، حطيت لها معلقتين لبن دافيين كده. هبتدي هفككها كده بحيث ان هي تبقى معايا فيها نسبه رطوبه وتبقى طريه معايا كده، بحيث ان هي لما احشي بيها وعلى ما تستوى ما تبقاش ناشفه في
في القراقيش بتاعتي. وكمان هنا معايا برضو ربع كيلو من الملبن. كده انا ركنت العجوة على جنب، ومعايا ربع كيلو من الملبن. هحط عليه كيس من الفانيليا، وكمان هحط له معلقتين كده من السكر. عايزه تشيل السكر مفيش مشكله، بس انا بحب احط مع الملبن معلقتين سكر ابيض، بس يكون الحبيبات بتاعته ناعمه، مش اللي هو بتاع التموين، لا، بحيث ان هو برضو يساعد كده ويخلي الملبن سايل معايا. وحطيت لهم معلقه من السمنه برضو عشان الملبن يبقى طري معايا، وكمان ما يلزقش في ايدي ويساعدني في الشغل. والفانيليا طبعا عشان تبقى ريحته حلوه. هنا بقى انا حطيت العجوه ما بين كيسين، وهفردها بالشكل ده كده، وهفضل ارققها خالص. يعني تقدري تعمليها بايدك، مش شرط كمان بالمردانه دي، بس لا، هي بتسهل بصراحه، يعني بتسهل عليكي شويه. هبتدي هفردها بالشكل ده كده لحد ما هخلي السمك بتاعها رفيع خالص، يعني رفعي فيها على قد ما تقدري. الموضوع سهل وبسيط، بس احنا بصراحة بنستصعبه. ويعني مفيش احسن من الحاجة اللي احنا بنعملها في البيت. زي ما انتوا شايفين كده، انا بعد ما خلصته يعني خلصت فرد العجوة كده، هركنها على جنب. وهنا الملبن هجيبه برضو، هعمله معايا زي صبع كبير كده، بحيث ان انا ابقى احطه في قلب العجينة، وبرضو هعمله كده واركنه على جنب، يبقى جاهز معايا على طول. هنا بقى هجيب كيس برضو من بتاع التلاجة كده، انا فاتحاه، وهحط فيه، وهحط العجينه معايا. تقدري تشتغلي على الرخامه عادي، او على اي سطح انت بتشتغلي عليه. وهبتدي افرده كده بايدي. هو سهل، مش هياخد معايا وقت ولا مجهود. وتقدري تعمليه بايدك، مش شرط بالمردانه دي. وانا عاملاه على كيس، بحيث ان انا لما اجي الفه يبقى زي السويسرول كده، الف الكيس معايا يجي معايا بكل سهوله، وما يلزقش مني في الرخامه. زي ما انتوا شايفين كده، الموضوع في قمة السهولة، مش محتاج اي حاجة صعبة. احنا بس في المعجنات، في ناس كتير بتخاف من شغل المعجنات، بس تقدري تجربي في كمية صغيرة. هنا انا حطيت العجوة، بس العجوة هنا جت اكبر من كمية العجين، فهبتدي اسويها واشيل الزيادات. طبعا هاخدها استعملها تاني، يعني انا مش الزيادات هاخدها واكورها كده واستعملها تاني، استعملها في شكل تاني من الاشكال اللي هنعملها. زي ما انتوا شايفين كده بظبطها كده، وهبتدي بقى الفها رول كده زي السويس رول، بس بيكون رفيع. شايفين الموضوع سهل ازاي؟ مفيش اسهل ولا ابسط من كده. الكيس البلاستيك بيسهل معايا الموضوع، يعني ما بيخليهاش تلزق، وبعدين بشد كده بالكيس وبتبقى سهلة جدا. هبتدي بقى اقفلها كويس علشان ما تفتحش مني في الفرن، يعني اهم حاجة تقفلي الطروف دي. وهبتدي برضو الفها كده، بحيث ان انا اسويها، وفي نفس الوقت ما تبقاش حتة تخينة وحتة رفيعة، لا. هنا بقى معايا معايا معلقتين من العسل الاسود، وعليهم كده معلقتين 3 من المية. الفكرة دي بتخلي السمسم يلزق، ما يفكش مني، وكمان بيديها لون حلو، وبيخلي لونها حلو زي بتاعة الافران بالظبط. يعني هما بتوع الافران بيدهنوا العسل الاسود ده، بحيث ان هو بيدي اللون الاحمر الحلو ده. زي ما انتوا شايفين كده. وهحط بقى السمسم المحمص معايا بالشكل ده كده. تقدري تدهني لبن، يعني تدهني حليب بس، من غير العسل الاسود. بس العسل بصراحة بيخلي لونها حلو، بيخلي لون المعجنات حلوة. هنا انا كنت حطيت السمسم كده على الرخامة كده، ورحت قلبها عليها، بحيث ان هو تبقى كلها يلزق فيها السمسم، بدل ما اقعد احط بايدي كده. وهبتدي بقى اقطعها، بس اهم حاجة السكينة بتاعتك تكون حامية، و... وتدنك رايحه جايه بالسكينه، ما تقطعيش ما تنزليش كده بضغط بالسكينه، لا، لو نزلت ضغط بالسكينه هتعجن، يعني هيتعجن كلها، الشكل هيتعجن في بعضه، ومش هيديك الرسمه المظبوطه. وكمان خلي التقطيعه عندك ما تقلش عن 2 سنتي،
عشان ما تقلبش منك في الفرن، لان بتيجي ساعه ما بتستوى وتتنفخ كده بتروح ايه قلبه ونايمه على جنبها في الفرن. فخلي التقطيعه معاكي ما تقلش عن عرضها، يكون 2 سنتي او بعرض صباعين كده. هنا بقى انا بلم العجوه كده بالسمسم اللي كان وقع من على وش الشكل اللي احنا عملناه اللي هو كعب الغزال ده، وهبتدي بقى ايه الفها رول كده بالشكل ده كده. ده شكل تاني هنعمله. طبعا انت تقدري تعملي الاسهل ليكي، يعني الشكل الاسهل واللي يكون اسهل ليكي اعمليه. طبعا هو الشكل ده اسهل حاجه، يعني اسهل من الرول اللي احنا عملناه ده، ما بياخدش وقت وبينجز الصراحه. زي ما انت شايفه كده الموضوع سهل وبسيط جدا. هتجيبي كده بقى كمان قطعه من العجين وهتفرديها كده، هتبتدي تلميها كده ايه وتدعكيها كده وتلفيها كويس زي ما انت شايفه كده. هتعمليها بالطول كده زي الاسطوانه، وبعدين ترجعي تبططيها. هتبططيها عرض قطعه العجوه 3 مرات، لان هي العجوه هتتحط في النص وهتلفي عليها من اليمه دي ومن اليمه دي. يعني ايه زي ما انت شايفه كده. هتبتدي ايه تلفي العجينه، تبططي كده حته العجوه وتلفي ايه وتلفي عليها العجينه وتقفلي. يعني انت هتقفلي كده بالراحه كده خالص، بس ما تضغطيش، يعني انت ما تضغطيش عشان ما تعجنهمش في بعض. هتقفلي الطروف مع بعض كده بالشكل ده كده، وتقفليها كويس علشان ما تفتحش منك في الفرن. الموضوع يا جماعه سهل وبسيط كده، وما تكسلوش ما تكسلوش. هنا هقطع الطروف بتاعت اللي هي ما فيش فيها حشو، وهقطعها كده بالورب كده إيه بالعرض اللي انت عايزاه، بس يعني سنتي ونص كده حلو، يعني ما ولا رفيع قوي ولا عريض قوي. هنا برضو كنت دهنتها بالعسل وحطيت السمسم، بس خلي القفله بتاعت الصباع لتحت. انا نسيت اوريلكم الحته دي، انك انت تخلي القفله اللي احنا قفلناها على العجوه لتحت، عشان لو خليتها لفوق هتفتح منك في الفرن مع السوا. هنا بقى بنعمل الشكل التاني برضو نفس الفكرة، بتبططيه كده وتجيبي الملبن تعمليها بالعرض كده. بس ده بقى مش هندهن الوش بتاعه، يعني بعد ما نعمله مش هندهن الوش بتاعه مش هندهنه سمسم، احنا هندهنه قصدي مش هنرش عليه سمسم، هنرش عليه جوز الهند. يعني بصراحة جوز الهند مع الملبن بيبقى حاجة روعة جدا، وبعدين بيبقى شكل مختلف عن الشكل بتاع اللي هو العجوة. برضو نفس الفكرة كده هقفلها. اهم حاجة انك تقفلي بقى دي كويس علشان الملبن ما يفتحش منك، وهتقلبيها على اليمة اللي انت قفلتي منها اهي زي ما انتوا شايفين كده. هقلبها عشان ابتدي برضو ادهنها بالعسل. هدهنها بالعسل وهدهنها بقى هحط لها جوز الهند طبعا، وهسيبها كده عشان تخمر. احنا في الشتاء فهسيبها لمدة ساعة، يعني بعد ما تخلصي كده تسيبها لمدة ساعة، وبعدين تولعي الفرن. تحطي الشبكة لتحت، الشبكة بتحطيها على اقرب حاجة للصاجة من تحت، على اول رف من تحت قبل الصاجة، وتولعي الفرن على 200. تدخلي الصاج بتاعك، وبعد 10 دقايق بالظبط تخلي الفرن على 180. هتلاقي لو الوش بتاعك والقعر بيشتغلوا مع بعض، شغلي الشواية على اقل حاجة خالص، يعني حاجة كده لا تذكر. طب لو ما بيشتغلوش مع بعض، بعد ما القعر بتاعك يحمر كده ويبقى لونه احمر كده وحلو، هتروحي مولعه له الشوايه برضو على درجه حراره يعني ولعي الشوايه كده على الوسط وسيبيها، تبصي تلاقيها احمرت وبقت معاكي زي الفل. هي الصاج بياخد حوالي نص ساعه، لان احنا بنعملها زي معامله الكحك كده شويه، لان هي مش معجنات انك انت هتحطيها على درجه حراره عاليه، لا. لو حطيتها على درجه حراره عاليه هتبقى طريه معاكي، هتبقى معجنه، هتحمر بس هتبقى طريه معاكي وهتنشف منك بسرعه. انما لما تخلي درجه الحراره هاديه هتستوي معاكي زي الكحك، وهتبقى ناعمه معاكي. يعني هتيجي تاكلي القرقوشه كده تلاقيها ناعمه معاكي. هو ده الفرق بين النار العاليه والنار الواطيه. النار العاليه، النار الهاديه بتخلي الحاجه القراقيش تطلع ناعمه،
يعني تطلع ناعمة كده وحلوة. ويا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو بمعلومة صغيرة. وقولوا لي انتوا بتعملوها ازاي بتسموها ايه عندكم في الكومنتات. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديوهات جديدة ان شاء الله على خير. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لسفرة وسام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.